علاش بعض الناس تتهنى قلوبهم كي يحقروك؟ علاش بعض العائلات تتكبر حتى على اليمين دمها؟ علاش تحس روحك غريب وسط أقاربك؟ نحب نقولك راك ماكش وحدك، برشا شباب عايشين نفس الوجيعة، خاصة من جهة عائلة الأب. ثم عائلات للأسف تزرع الكبر في قلوب صغارها، يربوهم على النسب، على المال، على المظاهر، وينسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني الغرور يخلي الواحد يرد الحق باطل ويحقر الناس. وفما زاد مرارات أخرى، خلافات قديمة بين الأب وعائلته، تولي أنت تدفع في الثمن متاعها. شوف نظرات احتقار في عينيهم من غير حتى ما عملت شيء. واللي يزيد التين بالله الناس اللي تفكر بنظام عائلة كبيرة وعائلة بسيطة، نظرة جاهلية إبليسية. أنا خير منك، قالها إبليس قبلهم كي تكبر على آدم عليه السلام. أي نعرف الإحساس هذا، تحس روحك محقور مغبون، ما عندكش قيمة في عينيهم. أما اسمعني مليح، قيمتك ما تتحددش بكلامهم، تتحدد بعلاقتك مع ربي. وربي يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما تردش الإساءة بالإساءة، ابقى محترم هادي، خلي سلوكك يرد عليهم. وما تنساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبينك يعني الواصل مش اللي بدل بالمثل، الواصل هو اللي كي تقطع الرحم يوصله. ما تبررش بكلامك، برر بالفعل. اقرأ، تعلم، اخدم على روحك، حسن أخلاقك، وكيراك الله صابر ومتواضع هو وحده يرفعك. خلاصة الكلام، إذا عائلة أبوك يحقروك ربي يكرمك، إذا شافوك بسيط ربي يشوف قلبك نقي، إذا رفضوك ربي يصطفيك. ما تحزنش وما تردش الظلم بالظلم، خلي ربي هو اللي ياخذ لك حقك ويعليك فوقهم بأخلاقك وبإيمانك.